العربية كل منها كان اسمها ليه قصة وليه حكاية. أول الشهور العربية عندي محرم، وهو أول شهر في السنة، وده كان بيحرم فيه القتال فأطلق عليه محرم. الشهر التاني وهو شهر صفر، وده فيه روايتين لاسمه. الرواية الأولانية إن كان في الشهر ده كان بيبقى العرب بيخرجوا للقتال، فكانوا العرب بيقولوا إن الدار أسفرت من أهلها، أي أن الدار خلت من أهلها ما فيهاش حد. والرواية التانية في شهر صفر إن العرب بعد لما بيحاربوا العدو بتاعهم ويهزموه كانوا بياخدوا كل الأمتعة بتاعته، وبيكون صفر المتاع. شهر ربيع الأول اتسمى بهذا الاسم لأن لما جه تم تسميته كان بيصادف وجود الربيع. بالنسبة لربيع التاني هو بيجي بعد ربيع الأول وبنكون لسه في الربيع. أما بقى بالنسبة لجماد الأول فهو الشهر اللي المية بتتجمد فيه من شدة البرودة، فسمي جماد الأول. بالنسبة للجماد الثاني احنا بنكون لسه في فترة الشتاء والمية بتكون متجمدة، فسمي جماد الثاني. أما بقى بالنسبة لشهر رجب فسمي بهذا الاسم نسبة لأن العرب في هذا الشهر بيربجوا رماحهم، أي إن هم بيشيلوا النصل من رماحهم استعدادا لعدم وجود قتال في هذا الشهر. بالنسبة لشهر شعبان ففي عندي روايتين لتسميته. أول رواية هي إن العرب في الشهر بيتشعبوا للقتال، يعني إن هم هيكونوا بيخرجوا للقتال. والرواية التانية إن العرب بيتشعبوا بحثا عن الماء اللي كان متجمد في جماد الأول والثاني. بقى بالنسبة لشهر رمضان فشهر رمضان جاي من كلمة رمض وهي شديد الحرارة. وقت لما جم يسموا شهر رمضان تصادف ان الوقت في الجزيرة العربية كان شديد الحرارة فسمي رمضان. كمان طبيعة الشهر الكريم ده مع المسلمين بتنطبق مع اسمه، لأن الصايم بيكون جوفه يشتد حرارة من الجوع والعطش فيقال جوفه رمض. تعددت الأقوال والآراء عند أهل اللغة حول تسمية شهر رمضان بهذا الاسم. هنلاقي إن أول حاجة كانت عندهم هو إن رمضان سمي بهذا الشهر نسبة للأيام الجاهلية لما جم يسموا شهر رمضان صادف وجود حر شديد فسموه رمضان أو رمض نسبة إلى الحر الشديد. تاني رأي كان موجود عندي وهو إن رمضان جه من يرمض أي يحرق، وإن شهر رمضان بيحرق الذنوب. تالت رأي عندي كان إن رمضان هو شهر الصيام، وفي الصيام إن الصائم بيكون جوفه فيه شديد الحرارة نتيجة الجوع والعطش. رابع حاجة أو رابع رأي موجود عندي وهي الرميد. والرميد اللي هو السحاب والمطر، وإن شهر رمضان من الشهور اللي بتغسل الأبدان من الذنوب. خامس رأي وهو إن في شهر رمضان هو شهر العبادات والروحانيات والقلوب العباد فيها بتتقرب من ربنا، بتأخذ حرارة الموعظة. والرأي الأخير في أن العرب كانوا يرمدون أسلحتهم أي يحشدونها استعدادا للقتال. بالنسبة لشهر شوال فهو الشهر التي تشول فيه الإبل، يعني الإبل بتبقى فيها ضعيفة ولبنها بيجف. بالنسبة لشهر ذو القعدة وده الشهر اللي العرب بيقعدوا فيه وما بيكونش فيه قتال ومش بيخرجوا من بيوتهم. أما بقى بالنسبة لشهر ذو الحجة فهو طبعا موسم الحج.